الدار ماشي غير حيوطة وأثاث وديكورات. الدار هي المكان اللي كيتسمع فيه الكلمات، كيتسمع فيه الضحك، كيتسمع فيه حتى الغوت وحتى الصمت. كل كلمة كتقال، كل نبرة صوت كتسمع كتخلي أثر في الطاقة ديال الدار وفينا. مثلا كلمة طيبة، شكر، ضحكة مع العائلة، نكتة كتخلي الجو خفيف، كترخي الجسم وكتفتح القلب. أما الغوط، النقد المستمر وحتى ديك الشكوى الكثيرة كتراكم الطاقة السلبية، كتخلي العلاقات متوترة في الدار. الدار بحالك كتحس، كتخزن الكلمات والمشاعر. ملي كنبدلو طريقة الكلام، كنختارو كلمات طيبة، كنسمحو بالضحك وكنضحكو وكننشطو مع بعضياتنا، الطاقة كتحرك، الدار كتولي مصدر راحة ماشي ضغط. دونك نميو عادة الكلام الإيجابي في الدار، نستمعوا لموسيقى مريحة ونستمعوا القرآن، نخليو الكلمة والصوت مصدر أمان وراحة في